بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل صلصة الطماطم المركزة اللي هي بنجيبها من بره من المحلات. اللي بنجيبها من المحلات يا حبايب قلبي غالية قوي ومش حلوة ومش نظيفة. هنعملها بطريقة مركزة كده وحلوة وطعمة. يعني بتاعت بره مش وحشة مش حلوة زي اللي احنا بنعملها في البيت. تقعد معانا في باب التلاجة فترة طويلة، مش في الفريزر كمان يا حبايب قلبي. صلصة الطماطم المركزة كده في بداية الفيديو بقى، احنا كده بدأنا الفيديو. صلوا على النبي كده واذكروا الله وحطوا لنا لايك كده للفيديو، عشان اللايك بيرفع الفيديو يا حبايبي. واللي ما يعرفنيش، انا مطبخ انا عبده. يشرفني والله، يشرفني ويسعدني متابعتكم ليا. اخواتي في الله، بحبكم في الله. اعملوا اشتراك ودوسوا الكل عشان اي وصفة من وصفاتي يا حبايب قلبي توصل لكم. هنا انا غاسلة الطماطم زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. هنشيل الحتة اللي هي فين، اللي فوق، اللي هي عند العين دي البيضة. ليه بقى؟ علشان تبقى الطماطم حمرا معانا. انا كنت بقول لكم وانا جايبه حاطه طماطم في الفريزر، خدتها هي طريه شويه كده كانت في الفريزر، قلت هعملها معاها بالمره. صلصه الطماطم المركزه دي يا جماعه جميله جدا. ما لو حتى لو شلتوها في الفريزر ما تصرش ميه. احنا كنا بنطلع الكيسه من الفريزر، انا بقول لكم بشيل الحته دي، بصوا اهيت. كنا بنحط صلصه الطماطم في الفريزر، نيجي نطلعها تفك شويه على الرخامه، نلاقيها سيلت نزلت ميه صفرة كده ومش حلوه. دي مش استحاله تعمل كده. دي تتحط مركزه تطلع زي ما انت حطيتوها، لا تنزل ميه لانها متبخره بالميه بتاعتها ومتسبكه، ما فيهاش اي ميه. تمام. اللهم صل على حبيب النبي محمد. احسن طماطم كده لازم يكون الطماطم حمراء، لازم يا حبايبي يكون الطماطم حمراء. تختاروا الطماطم تكون يعني جودتها يعني جوده حلوه وحمراء، اهم حاجه الجوده. تمام. ما نجيبش طماطم مفعصه او خضراء ونيجي نعملها صلصه مركزه. تمام. هنشيل زي ما بقول لكم كده، هنشيل الجزء اللي فوق اللي هو عند العين، عشان ده هيخلي الطماطم، صلصة الطماطم ايه، مش لونها مش حلو. تمام. هيديها فتحان شوية، احنا عايزينها تبقى كده مركزة وحمرة وجميلة. تمام. انا كده بنضف كده، انا غسلاها بس انا بشيل بقى ايه الحتة اللي في الطرف دي خالص، وتشقوها 4/4 او ممكن نص نص بس. لو وصلتوا لحد هنا يا حبايبي حطوا لايك للفيديو. كل سنة وانتم طيبين ومن ربنا قريبين يا رب، متجمعين دايما مش متفرقين ان شاء الله. يا رب يا رب اشفي كل مريض يا رب، وعافي كل مبتلى. اللهم ارحم ابويا وارحم موتى المسلمين. اقرأوا الفاتحة كده على امواتكم يا جماعة، موتى المسلمين كلهم اجمعين يا رب العالمين. اللهم ارحم ابويا وموتى المسلمين اجمعين يا رب، يا رب اجمعين يا رب. اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال، كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة وستر وفضل من الله سبحانه وتعالى. انا بقول لكم بقى هنشيل بقى زي ما بقول لكم كده الحته اللي في البوز ديت خالص، علشان تبقى لون الصلصه معانا جميله جدا. صلصه الطماطم المركزه، انا كنت عملت معاكم فيديو الصلصه اللي هي عاديه اللي بتسبكوها عادي وتصفوها وتشيلوها على طول. لا دي مركزه بنسيبها على النار بعد ما بنعصرها، بنرجعها للنار تاني تتسبك. بس خلي بالكم وهي بتتسبك بتعمل فقاعات كده ممكن تلسع، فقرب ما تتسبك كده غطوا الحله بغطا. ليه؟ عشان ربنا يسترها، ربنا يكفينا شر نار عذابها يا رب. في قرب ما بتتسبك خالص كده بتبقى ايه، تعمل فقاعات كده ونخاف يعني ربنا يكفينا شر النار وعذاب النار يا رب. تمام. احنا بنشيل الجزء اللي فوق زي ما قلت لكم كده اهوت. هنعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. ممكن تبصوا تشقوها بس يعني ممكن نشق الحبه النص بس، وممكن نشيل الحته اللي في البوز بس. تمام. يعني ايه، احنا اكيد هنشيل الحته اللي في البوز، بس بقول لكم يعني ممكن تشقوها النص بس كده وتحطوها. هي كده كده بتستوي، بس يعني لو عايزين مستعجلين عايزينها تستوي تتسبك بسرعة، ممكن تقطعوها زي السلطة مش هتاخد وقت على النار. وممكن تحطوها حب بس تفتحوا يعني شقة صغيرة بالسكينة كده فيها بس. هي كده كده النار بتاكلها وبتستوي، تتسبك وبتلف على بعضيها كده وتبقى زي العسل. لو وصلت لحد هنا بقى حط لايك يا عسل. صلوا على النبي كده واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة على الحبيب مكسب وطيب. زي ما انتم شايفين كده قطعت الكمية كلها يا حبيب قلبي اهي، من غير مية ولا أي حاجة هضيفها على النار. مش هحط عليها مية، هي كده كده بتنزل مية. وبعد ما تستوي لو فيها أي مية ممكن نشيلها بالمعلقة كده، عشان احنا عايزينها مركزة. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي تطلع مركزة زي ما شفتها في أول الفيديو إن شاء الله بإذن الله. وفي آخر الفيديو، آخر الفيديو برضك زي العسل معانا. تابعوا الفيديو للآخر كده وشوفوا أنا بعمل خطوات صح كده تطلع معاكم زي الفل. هنا رفعتها على النار
ولا ملح ولا ميه ولا اي حاجه هحطها. تمام. وهي لو نزلت ميتها، صلوا على الحبيب النبي محمد كده، انا هصفي الميه بتاعتها. لو فيها ميه، ما فيهاش ميه خلاص، هي صراحه ربنا ما كانش فيها ميه خالص. تمام. هي اتسبكت حلو. كل ما بتتسبك على النار ما بتبقاش فيها ميه. زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي، صلوا على النبي كده واذكروا الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. صلاته على الحبيب مكسب وطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. صلاة يا رب تشرح بها الصدور وتشفي بها القلوب يا رب العالمين. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. يا رب ولا مريضا إلا شفيت يا رب العالمين. اللهم اشفينا واشف كل مريض يا رب. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا هسيبها على النار لحد ما تتسبك حلو معانا. وبعد كده ايه، الخطوة التانية تابعوا الفيديو للآخر كده، شوف هنعمل ايه. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي كده واذكروا الله. وقولوا لنا رأيكم ايه في الحاجة الحلوة دي. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. تمام. ودعمونا كده يا حبايبي، وقولوا لنا رأيكم في الحاجات الحلوة اللي بننزلها. تسلموا لي يا رب العالمين. هنا بقى بعد ما اتسبكت معانا، شفتوا كانت الحلة مليانة. بصوا الحلة نقصت ازاي، وما فيهاش مية. ما فيهاش مية ان انا اشيلها. يعني هي ايه، اتسبكت مع نفسها وشربت ميتها كلها. شفشق الخلاط معانا هنا كده بقى، هنعبي الصلصة كده في شفشق عشان هنعصرها. ولسه هنصفيها. احنا لسه هنصفيها. هنطلع القشر منها والبذر وكل حاجة فيها عشان تطلع ناعمة معانا وزي الفل. هنا بعد ما ضربناها في الخلاط اهي، بصوا عاملة زي من كتر التركيز بتاعها. ولسه هتروح النار تاني. يعني احنا لسه هنحطها على النار تاني تتسبك. مش هنستكفى بكده. بعد ما نصفيها هنحطها على النار. تمام يا حباب قلبي. بعد ما حطيناها ما صفيناها وحطيناها في الحلة تاني، نفس الحلة اللي احنا كنا بنسبك فيها. معلقة صغيرة بابريكا. معلقة صغيرة سكر. معلقة صغيرة ملح، ونحطهم كلهم كده على بعض ونقلبها. ونعلي النار عليها لحد ما تغلي، هنهدي كده يعني نار وسط. هتتبخر معانا لو فيها مية بسيطة هتشربها. وهتتسبك وتبقى، بص شايفين لونها عامل ازاي. والله العظيم يا جماعة لونها خطير. هي لسه ما اتسبكتش كده كمان، وبعد ما تتسبك هتشوفوا اللون بتاعها. يعني مركزة ما فيهاش اي نقطة مية. بصوا حتى وانا بشيلها في الكبشة ما بتنزلش بسهولة. لا ولسه كمان هي لسه كده كده ما خدتش نار تانية. لسه رافعاها على النار تاني بعد ما صفيتها. يستحسن بقى لما بتعمل فقاعات كده وتغلي. اضغطوا عليها. ليه بتطلع لفوق ممكن تلسعنا. بصوا بقول لكم في المقص، بصوا عامله ازاي. في الكبشه. هي كده لسه ما اتسبكتش. بعد ما اتسبكت بقى بصوا اللون بتاعها عامل ازاي. هعبيها في برطمان، نشيلها في باب التلاجة. نشيلها في رف التلاجة في اي حاجه مكان، وممكن تشيله في الفريزر عادي. بصوا بقى اللون بتاعها عامل ازاي. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. تنفع لبيتزا، تنفع لاي معجنات حاجه، بسم الله ما شاء الله كده. من الاخر. بصوا كده. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي. يعني كده ايه، عسل عسل. اللهم صل على حبيب النبي محمد. اهي. انا مش عامله كميه كبيره، عامله كميه يعني عشان عندي صلصه، بس انا حبيت الفكره اوريها لكم. دمتم في رعايه الله. بصوا كده.